عملنا الاوفر فيو بتاع الانيشال اسسمنت في الفيديو رقم 1. عملنا الاير واي في الفيديو رقم 2. عملنا البريذنج البي في فيديو رقم 3، وده فيديو رقم 4، فيديو السيركيليشن. السيركيليشن تتمحور حوالين كلمة واحدة زي ما انتم شايفين كده في الثلاث حاجات دول اللي احنا هنغطيهم في الفيديو ده، اللي هو الشوك. ايه هي الشوك؟ ازاي ندياجنوز شوك؟ وايه المانجمنت بتاع الشوك؟ وزي ما شفنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، الثلاث اسئله اللي بنسالهم في كل خطوه من خطوات الانيشال اسسمنت ممكن ترجعوا للتفاصيل بتاعه كل خطوه بسرعه في الفيديو الاولاني. بس في السيركيليشن في السي بنسال ثلاث اسئله واضحه جدا: is a patient shocked or not؟ و which type of shock؟ لازم نفكر، وفي الغالب هنجاوب على السؤال ده بإجابة إن هي hemorrhagic shock أو hypovolemic shock. وبعد كده عشان كده السؤال اللي بعد كده علشان نعرف نعمل مانجمنت للهيموريدج أو البليدنج ده لازم نسأل where is the bleeding، وندور actively على المكان اللي ممكن يكون فيه نزيف. هنا هغير الكونسبت شويه. يعني في السلايد دي بنسال ثلاث اسئله في كل مرحله. في السلايد دي لا، انا هحط كلمه واحده لكل حاجه في الاي بي سي دي اي، كلمه واحده بتتمحور حواليها الاي والبي والسي والدي والاي. في الاي لازم تفكر العيان ده عايز ديفينيتيف اير واي ولا لا، لو هتفكر في حاجه واحده. في البي لازم تفكر، لو هتفكر في حاجه واحده هتفكر في الاميديت لايف ثريتنج انجريز. في السي لو هتفكر في حاجه واحده هتفكر في الهيموراجيك شوك او الشوك عامه. في الدي هتفكر في التروماتيك برين انجري. الدي كلها بتتمحور حوالين التروماتيك برين انجري. الاي اكستراز انفايرمنت بقى واكسبوجر وحاجات تانية وادجانكس والكلام ده. ماشي. فدي كل حرف من الحروف دي او كل خطوه من الخطوات دي بتتمحور في الاساس حوالين انهي كونسبت او انهي حاجه انت بتفكر فيها يعني. ماشي. فلو هنحط كلمه واحده في كل مرحله في الاي بي سي دي اي هيبقى ديفينيتيف اير واي في الاي، immediate life threatening injuries في البي، shock في السي، traumatic brain injury في الدي، واكستراز في الاي. التايبس اوف شوك احنا كنا وريتكم الرسمه دي. الرسمه دي فيها السيركيلاتري سيستم. السيركيلاتري سيستم عباره عن هارت اللي هو بامب وبلاد فيسلز، ماشي، وجواها بلاد. يعني سيركيلاتري سيستم بامب ومواسير بلاد فيسلز يعني، ودم بتحتوي عليه سائل. يعني لو حصل خلل في اي حاجه من الحاجات دي بنقول ان في شوك. والشوك هي يعني امبيرد برفيوجن واكسجينيشن للتيشوز. يعني التيشوز دي مش واصلها اكسجين وبرفيوجن كويس، ده معنى كلمه شوك. due to في الغالب حاجه generalized، ماشي، وحاجه generalized في السيركيلاتري سيستم. السيركيلاتري سيستم اللي هو زي ما انتم شايفين كده بامب، موتور ومواسير جواها سائل بس. خلل في الموتور ده نوع من انواع الشوك، خلل في المواسير ده نوع من انواع الشوك، خلل في السائل اللي جوه المواسير ده نوع من انواع الشوك. خلل في الموتور ده بنسميه بامب فيلير او كارديوجينيك شوك. خلل في المواسير نفسها، المواسير فتحت زيادة عن اللزوم بنسميها ديستريبيوتيف او ريديستريبيوتيف شوك، بتفتح زيادة عن اللزوم. هنقول امثلة: خلل في المواسير اتسدت بنسميها obstructive shock. خلل في السائل، مفيش ميه اصلا في المواسير فمش عارفين نوصل المنتج النهائي بتاعنا اللي هو الدم نفسه والتغذية والاكسجين طبعا للتيشوز، يبقى دي هايبوفوليميك شوك. كارديوجينيك شوك خلل في البامب، عندنا بلانت كاردياك تروما، كاردياك انجري، حتى كمان حاجه في الميديسن زي الاريزمياز والهارت فيلير والحاجات دي تعتبر كارديوجينيك شوك. البامب نفسها مش شغاله. ديستريبيوتيف شوك دي بتحصل في حاجه زي في السبتيك شوك، بتحصل متاخر ونادرا في التروما عشان بيحصل جنرالايز فازوديلاتيشن. بيحصل حاجه اسمها نيوروجينيك شوك انا بنتكلم عنها. نيوروجينيك شوك دي معناه ده بسبب سباين انجري، ما بيكون عالي عالي في السباين كورد يعني، فده بيحصل لوس اوف سمباثيك تون، فكل البلاد فيسلز بتدايليت، فبتبقى واسعة على الخمسة لتر مثلا اللي عند البني آدم، فبيبقى واسع عليها قوي، فالبني آدم بيدخل في شوك.
ده نوع من انواع الديستريبيوتيف شوك. هايبوفوليميك شوك، فقدت السائل اللي جوه سواء بنزيف طبعا، ودي الموست كومون تايب اوف شوك في التروما طبعا، اللي هي الهيموراجيك شوك، اللي هي نوع من انواع الهايبوفوليميك شوك. هايبوفوليميك شوك مش لازم تنزف دم بس، ممكن تخسر سائل، ممكن تخسر سائل في حاجات تانية في الجراحة، زي في البنكرياتايتس، زي في الانسترنال اوبستراكشن، تفقد سائل بسبب ما، فوميتنج، دايريا، الحاجات دي بتبقى بتعمل هايبوفوليميا. اوبستراكشف شوك، حاجه بتسد الارتريز دي، حاجه بتسدها. يعني ايه؟ يعني في التروما مثلا عندنا التنشن نوموثوركس، لما الضغط بيزيد قوي في الشيست فالفينوس ريتيرن بيقل، او بيحصل كينكينج في البلاد فيسلز، فالفينوس ريتيرن بيقل، والكارديك اوتبوت برضو بيقل بسبب الحكايه دي في التنشن نوموثوركس. التنشن نوموثوركس من الحاجات اللي بتعمل circulatory shock in addition to respiratory issue يعني. حاجه تانية ممكن تعمل obstructive shock، حاجه زي كارديك تامبوناد، البريكارديوم مليان سائل، مليان دم يعني، بسبب ان الهارت نزف او اي حاجه نزفت جوه البريكارديوم، فده بيمنع برضو الفينوس ريتيرن، وبيمنع الهارت انه يبمب. فده نوع يعني اوبستراكتيف، وفي ناس تعتبره كارديوجينيك، بس هو يعني الاتنين على بعض، لان حاجه ضغط على البامب نفسها، ماشي، فدي حاجه سادة. حتى كمان في ناس تعتبر الماسيف بي اي ممكن تعمل اوبستراكتيف شوك، عشان بتقفل البرمونري ارتريز، ماشي. فدي ايه هي الشوك؟ شوك ان التيشوز مش وصل لها برفيوجن واكسجينيشن كويس، دي عشان في مشكله في السيركلاتري سيستم، اللي هو زي ما قلنا بامب، مواسير، سائل. لو مشكله في البامب ممكن يبقى ايه؟ مشكله في المواسير، ممكن تبقى اتفتحت زياده عن اللزوم او اتسدت. مشكله في السائل اللي جوه، ده اللي هو الهايبوفوليميك شوك. طيب في التروما which type of shock هتبقى موجودة عندنا؟ في التروما almost always تفكر ان هي hemorrhagic، ثم hemorrhagic، ثم اي واحدة من الحاجات التانية. يعني لازم دايما تفكر ان في element of bleeding في عين التروما، مرة واتنين، قبل ما تبدأ تفكر في في نوع تاني من انواع الشوك. طبعا كونسيدر انواع الشوك التانية، طبعا، بس لازم تحط في التوب. most common things are common زي ما بنقول دايما، في التوب priority بتاعتك انك تدور على bleeding. طيب ازاي نشخص شوك؟ انا بحب اقسم السيمتومز او الساينز او يعني بتاعه الشوك بالطريقه دي. بحب اقسمها ثلاثه كاتيجوريز. كاتيجوري اللي فيه ناس كتير بتقعد تهتم بيها، اللي هي اللو، لما الفوليوم يقل الضغط هيقل، يعني لو بلاد بريشر. وبحب اخليها يعني في الاخر كده، علشان لو بلاد بريشر مش لازم تستناه علشان تشخص شوك. اللو بلاد بريشر معناه شوك متأخرة، ومش معنى ان عيان عنده نورمال بلاد بريشر ان هو مش شوكت، ماشي. وهنتكلم على دي في السلايد الجاي. التو كاتيجوريز التانيين، الكاتيجوري بتاعه النيورو اندوكراينال ريسبونس، والكاتيجوري بتاعه الهايبوكسيا او الهايبوبرفيوجن. يعني الشوك هتعمل هايبوكسيا وهايبوبرفيوجن طبعا. لو عنده هايبوكسيا هيجيله التاكيبنيا، دي من الحاجات اللي بتظهر بدري. التاكيبنيا دي من الحاجات المهمة جدا في الاكيوتلي انوال بيشنت وفي التروما بيشنت عامة. التاكيبنيا مهمة جدا. لما الدم بيوصل قليل للمخ او بيوصل اكسجين قليل للمخ، العيان بيجيله انكزايتي. يعني ده نوع من انواع اسباب الهايبوكسيا للمخ، الانكزايتي. بتلاقي عين التروما اجيتيتد وانتشس والكلام ده واحنا يعني حتى بيشتموا ومش عارف ايه وبتاع، بس ده مش بس عشان ما تتخيلش ان هم وحشين او كده يعني، لا، دي انكزايتي من الهايبوكسيا. لازم تحط الموضوع ده في دماغك، الهايبوكسيا. زي كل عيانين التروما بنحط لهم اكسجين طبعا. وبعد كده delayed disturb conscious level، لما الهايبوكسيا بتزيد قوي الكونشس ليفل بيقل. طبعا هايبوبرفيوجن طبعا من اهم الحاجات اللي بتدلنا على البرفيوجن، هو اليورين اوتبوت. مهم جدا عشان كده كلهم بنركب لهم قسطره او بتمونيتور يورين اوتبوت. دي حاجه مهمه جدا عشان البرفيوجن.
والبرولونج كابيلاري ريفيل طبعا التيشوز برانفيوزد قد ايه، ممكن تعتبر دي حاجه من النيورو اندوكراين ريسبونس علشان دي فازو كونستريكشن. السمباثيك فيرسس سمباثيك نيرفس سيستم لما بيشتغل بيعمل تاكيكارديا. البلاد فيسلز في السكين بتكونستريكت، فبيبقى في بالور، سويتي، كولد، وعم بيبقى ثيرستي. ده من النيورو اندوكراين ريسبونس. عم بيبقى عطشان، عم بيبقى سقعان، العيان بيبقى سويتي، العيان بيبقى بيل، العيان بيبقى تكارديك. لما بتشوف عيان شوك يعني الحاجات دي الريسبونس ده لا يخطئ. ماشي. بتمونيتور، اهم حاجه تمونيتور بيها اليورين اوتبوت، اهم حاجه. ماشي. واوعى تتخدع بالنورمال بلاد بريشر. النارو بالس بريشر ممكن تعتبره حاجه من الحاجات من النيورو اندوكراين ريسبونس، علشان نارو بالس بريشر يعني الفرق ما بين الديستوليك والدايستوليك اقل شويه من العادي، علشان الستيت اوف فازو كونستريكشن بتعلي الدايستوليك، والعيان نزف شويه فالسيستوليك ممكن يقل شويه، فالبالس بريشر اللي هو الفرق ما بينهم بيبقى نارو شويه. ماشي. فانا يعني دي اقل في الاهميه، بس ممكن تبقى دليل ليك طبعا. يعني ضغطه واطي ممكن طبعا يبقى شوكت طبعا، بس يعني ضغطه عادي برضه ممكن يبقى شوكت. يعني عايز الناس تنتربريت الموضوع كده. وده هيخلينا نتكلم على البيت فولز، دي الكوارث بتاعه الشوك. الكوارث اللي احنا للاسف ساعات بنعملها، او اللي بعض الناس بتعملها. دي الحاجات اللي لو طلعتوا من الفيديو ده ما بتعملوهاش يبقى انتوا كسبتوا كتير جدا 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 جدا. رقم واحد، بلاد بريشر. مش معنى ان البلاد بريشر نورمال العيان مش شوكت. ماشي. يعني ممكن يبقى بيل، سويتي، تاكيكارديك، تاكيبنيك، انكشس، وضغطه لسه كويس. ده شوكد. روح دور على مصدر بينزف. ايه اللي بينزف؟ دور على ايه اللي بينزف ووقفه. ماشي. بلاد بريشر يعني انا عارف ان رقم واحد وتلاتة دي من الحاجات اللي بتتسأل في الاول خالص من الناس لما بيجي عيان في تروما او عايزين يعرفوا ان هو شوكت ولا لا، اللي هو البلاد بريشر والهيموجلوبين ليفل. ماشي. دول في رأيي الخاص وفي رأيي برضو الريفرنسز وكل الناس ملهمش اي معنى في الاكيوت سيتنج. يعني لما حد بيسألني الهيموجلوبين بتاع العيان ده كام والبلاد بريشر بتاعه كام، بقول له ما اعرفش. يعني مش مهم. يعني ليه دلوقتي مهم؟ لان البلاد بريشر زي ما قلنا ممكن يكون نورمال والعيان شوكت. ماشي. الحاجه التانية الهيموجلوبين اللي ممكن يكون نورمال والعيان نزف كتير. ماشي. اتكلمنا في النقطه دي وهتكلم فيها وهفضل اتكلم فيها. العيان اللي عنده 5 لتر دم الهيموجلوبين كونسنتريشن فيهم، اللي تركيز الهيموجلوبين فيهم 16 مثلا، لو نزف منهم 2 هيتبقى عنده 3، تركيز الهيموجلوبين فيهم هيفضل 16. يعني ملهاش اي معنى ان انا اسحب من ال3 الباقيين عينة وشوف الكونسنتريشن فيها كام، هيطلع هو هيقل شوية علشان في ترانس كابيلاري ريفيل وحاجات، هيبقى 15 مثلا. ده يعني فولس رياشورنس. دي وهو نزف 2 لتر، يعني انت عندك كده 5 لتر، حطيت 2 على جنب نزفهم، ال3 اللي اتبقوا تركيز الهيموجلوبين فيهم 1 زي ال5 في الاول. فملهاش اي معنى الهيموجلوبين ليفل في الاكيوت سيتنج. ماشي. ممكن الترند بكره وبعد تشوف الهيموجلوبين كام عشان هتعرف، هتاخد فكره العيان ده نزف قد ايه، وبالذات لما بتدي محاليل وبيحصل ترانس كابيلاري ريفيل. طبعا، بس ملهاش اي معنى. البلاد بريشر ما تعتبرش البلاد بريشر نورمال حاجه رياشورنج، ما تعتبرش الهيموجلوبين نورمال حاجه رياشورنج خالص. وما اسالش عليهم في الاكيوت سيتي، بسال عليهم في الاخر اللي هو حاجه كده في الزياده، يعني حاجه كده ايه بتكمل الصوره، انما مش حاجه اساسيه. ماشي. الحاجه الاساسيه الحاجات اللي انا قلتها لكم في السلايد دي. ماشي. بندياجنوز الشوك من الحاجات دي، ونلاقي الحاجات دي ريفلكس كده على طول. اي حاجه من الحاجات دي بتروح تدور على سورس اوف بليدنج، وهنتكلم عن الموضوع. كونشس ليفل، الشوك مش بتاثر على الكونشس ليفل اهو. الشوك مش بتاثر على الكونشس ليفل الا في الاخر. ماشي. و وعلى جانب تاني
الهيد انجري او التروماتيك برين انجري مش بيعمل شوك، ماشي. يعني لا الشوك بتأثر على المخ الا في الاخر، ولا المخ بيعمل شوك الا لو very severe head injury او very severe unsurvivable او survivable حتى traumatic brain injury، بس بيحصل conization بقى والمخ بيهرنيات من الفورن ماجنوم والحاجات دي. يعني الحاجات دي في ال very severe forms of shock بيأثر على conscious level، وفي ال very severe forms of traumatic brain injuries بيعمل شوك، ماشي، او بيعمل hemodynamic instability، ماشي. بس هما في حالاتهم العادية اللي مش very severe، اللي هي ممكن تبقى حتى severe مش او moderate، يعني مش بيأثروا على بعض. يعني ليه بنقول الكلام ده؟ عشان ما تعتبرش حد الكونشس ليفل بتاعه disturbed ان ده بسبب الشوك، ماشي. لا، لازم تعتبر ان ده بسبب traumatic brain injury والعكس. يعني فاهم ازاي؟ يعني فاهمين ازاي الحاجتين؟ مش معنى ان هو disturb conscious level ان ده بسبب الشوك، ومش معنى ان هو فايق ان هو مش شوكت. مش معنى ان هو فايق وبيزعق وبيشتم والحاجات دي ان هو مش شوكت. لا بالعكس، ده ممكن يبقى شوكت قوي بالذات وهو انكشس، ماشي. فما نخلطش الحاجتين على بعض، لان هما ما بيأثروش على بعض الا في الفيري سيفير فورمز وفي الاخر، ماشي. الحاجه البيتفول التانية اللي هي تايب اوف شوك اتس hemorrhagic until proved otherwise. اقول كده للناس دايما، لو لقيت عيان عندك شوكت دور على سورس اوف بليدنج، ما لقيتش دور تاني، ما لقيتش ما عرفتش تصلح الشوك، consider other types of shock، ماشي. احنا بنقسم العيانين على حسب الريسبونس بتاعهم الريسستيشن بتاعنا لثلاث انواع: رابيد ريسبوندر، ترانزيانت ريسبوندر، ونون ريسبوندر، ماشي. ترانزيانت ريسبوندر اللي هو بيرسبوند للفلويد او البلد ويرجع الضغط بتاعه يقع تاني، او اللي مش بيرسبوند، دول لازم نكونسيدر فيهم other types of shock. بس almost always to consider ان في associated source of bleeding، لازم تحط bleeding في التوب. حتى لو لقيت other type of shock لازم تكونسيدر ان ممكن يكون في حاجة تانية بتنزف. يعني هي bleeding او hypovolemic وبعد كده اي حاجة تانية. طيب بنعمل ايه في الاي بي سي دي اي؟ زي ما قلت لكم بنسال عن نفسنا السؤال بتاع is patient shocked، وده هنعرف نجاوبه من السلايد دي، السيمتومز دي. which type of shock اتكلمنا، قلنا bleeding او بعد كده اي حاجه تانية لو العيان transient responder للريسستيشن بتاعنا، او العيان مش بيرسبوند للريسستيشن بتاعنا. لان السبب بتاع transient response او النون ريسبونس ان هو ممكن يكون كان هيموراجيك ونزف او بطل نزيف ونزف تاني، او continuous bleeding، او تايب تاني في شوك، ماشي. وبعد كده عشان كده بنسأل نفسنا السؤال بتاع where is the bleeding، ونقول الكلمة المشهورة قوي بتاعت blood in the floor and 4 more، يعني external bleeding واربعة cavities في الجسم ممكن يحصل فيهم bleeding يعمل شوك. external طبعا هيد تروما ممكن تسبب هيموراجيك شوك لو في سكالب انجري، ده external bleeding، ماشي. بس مش لو في intracranial hemorrhage، ماشي. دي حاجة ودي حاجة، ماشي. دي هتأثر على الكونشس ليفل بس مش هتعمل circulatory shock، تمام. طيب الكافيتيز ايه؟ chest، abdomen، pelvis، long bone، بنروح ندور عليهم كده. يعني في السي في الاي تي ال اس، في كورس الاي تي ال اس بتفكر بالطريقه اللي انا قلتها لك دي. بتسال على البارامترز وتشوف العيان ده شوكد ولا لا، وبتعتبر ان العيان شوكد until proved otherwise. بتشوف البارامترز، هل تاكيكارديك، تاكيبنيك، كل الحاجات دي، البلاد بريشر، كل الكلام ده، ماشي. وبتبدا فلويدز والكلام ده، وبعد كده بتبدا تدور اكتفلي على المصادر بتاعه البليدنج. المفروض بتكون عملت اكزامينيشن تشيست في البي، ماشي. فاحنا قلنا واحنا بنتكلم في البي ان البي حاجه ليها علاقه بالسي بتسبب شوك، ولها علاقه بالاي يعني هي مرتبطه باللي قبلها واللي باللي بعدها.
الحاجه اللي لازم تعملها برضو في السي انك تاكزامن الابدومين عشان تشوف في انترا ابدومينال هيموريدج ولا لا. تكزامن البلفس، لازم تشوف البلفيك ستابيليتي. والناس دلوقتي بقت بتحط البلفيك بايندر with suspicion، يعني لما يعني يكون unstable بتحط بلفيك بايندر وخلاص، وبعدين نبقى نشوف بقى في stability ولا مش stability، ونعمل اكس رايز والسي تيز والكلام بتاعنا بعدين. ماشي، فبنحط البايندر على طول. البليدنج في الابدومين بيتوقف بلابروتومي لو محتاج. البليدنج في الشيست بتوقف بحاجات سمبل زي تشيست درين، ونادرا مش نادرا ويعني اقل في الفريكونسي ثراكوتومي. ماشي. لونج بون لازم تفكر تعمل تراكشن او والكلام ده كله بيتعمل في الطوارئ في البرايمري سيرفي. بتدور لقيت سبب للشوك في البطن، العيان في الغالب هيحتاج لابروتومي لو مش بيرسبوند. ماشي. لقيت سبب للشوك في البلفس، انت كده كده بتحطها في البايندر، وبعد كده ايه وبتدي له دم، وبعد كده تشوف بقى ايه هنعمله فيكسيشن النهارده ولا ديلايد لو بدأ يرسبوند. في اللونج بون بتعمل تراكشن او بتعمل الحاجات بتاعت الاورثوبيديك دي في الريساس. ماشي. والعيان ممكن يروح يعمل لابروتومي او ثراكوتومي وهو في البرايمري سيرفي، وهو في البي او هو في السي، يعمل انترفنشن، يعمل لابروتومي ويعمل ثراكوتومي. مش غلط. المانجمنت بتاع الهيموراجيك شوك كلمتين: ستوب، ريبليس. لا، ما ينفعش تبدا تريبليس، يعني ما ينفعش تخرم في قربة مقطوعة زي ما بيقولوا. ماشي. يعني ما ينفعش اقعد ادي دم ومحاليل والعيان لسه بينزف. ده يعني واحد بينفخ في قربة مقطوعة زي ما بيقولوا كده، ماسك كيس مخروم او بالونة مخرومة وقاعد ينفخ فيها. ده بيرمي دم على الارض. وحاجه من الحاجات الكارثيه يعني. لازم ستوب البليدنج، ستوب البليدنج، ستوب البليدنج، يعني دي اهم حاجه جدا. ستوب البليدنج ازاي؟ قلنا في التشست حاجات بسيطه، تشست درين، ممكن ثراكوتومي. في الابدومين لو ما وقفش هتحتاج لابروتومي. في البلفس البايندر او فيكسيشن اللونج بون تراكشن، او ممكن تروح تعمل فيكسيشن ان اكيوت سيتنج، مش دايما. ماشي. بس علاج الهيموراجيك شوك ستوب اند ريبليس، ستوب اند ريبليس. بنبدا ندي بحاليل وبنبدا ندي دم، وانا هنا حاطط العلامه بتاعه الدم لان احنا بندي في الايام دي يعني مش بنركز قوي على المحاليل. ما بنحبش قوي ندي العيانين بتاعه التروما محاليل كتير، او ما بنحبش نديهم محاليل. لو العيان شوكت بنبدا الميجر هيموريدج بروتوكول على طول، وبياخدوا دم او على حسب البروتوكول في المستشفى بياخدوا دم وبلازما وبليتلتس بروبورشنز معينه يعني، على حسب كل مستشفى لها البروتوكول بتاعها. وده بيتبدأ بدري جدا جدا بو نيجاتيف بلاد. ماشي. وبعد كده اللي بيتعمل كروس ماتشنج والعيان بياخد الحاجات دي. بس برضو ملوش اي معنى انك تقعد تريبليس وما انتش بتوقف البليدنج. ملوش اي معنى انك تريبليس وتدي فازو بريسورز وانت مش موقف البليدنج. عشان كده هرجع اقول تاني البيت فولز بتاعت الشوك. ولو طلعتوا بسلايد واحدة من الفيديو ده اطلعوا بالسلايد دي. ماشي. النورمال بلاد بريشر مش معناه العيان مش شوكت. العيان الكونشس ليفل بتاعه كويس وبيزعق وبيتنطط، ده مش معناه ان هو مش شوكت. لا، ممكن جدا يكون شوكت. ماشي. احنا بنقول الهيموراجيك شوك في الاول بتعمل انكزايتي. الهيموجلوبين ليفل ملوش اي معنى في الاكيوت سيتنج. ماشي. وقلنا ليه. التايب اوف شوك هي بليدنج وبعد كده فكر في حاجه تانية لو العيان بتاعك مش بيرسبوند مبدئيا للفلويد ريسستيشن او للبلد. احنا قلنا اغلب الحاجات دلوقتي بقت بلد. الشوك ديو تو برين انجري ما بتحصلش في الغالب الا في فيري سيفير برين انجري في الاخر خالص يعني. فالبرين انجري مش بيعمل شوك، او ما تعتبروش هو سبب من اسباب الشوك. ماشي. ما تقولش العيان ده شوكت عشان عنده برين انجري. خلاص. والحاجة السادسة والمهمة جدا 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 اللي هو ما ينفعش تقعد تدي العيان محاليل وتديله دم وتديله الكلام ده وانت مش بتوقف السورس اوف بليدنج. الست نقط دول لو حد طلع بيهم من الفيديو ده او من كورس الاي تي ال اس او من اي حاجة، ده كفاية جدا جدا، ودول هيغيروا حاجات كونسبتس كتير جدا 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 في البراكتس بتاعنا. ماشي. علاج الشوك ايه؟ ستوب ذا بليدنج، بس موضوع منتهي. ستوب ذا بليدنج. اوكي. بليدنج اللي هو فين؟ في البلاد اون ذا فلور اور فور مور. ماشي.
وبعد كده لو مش لاقي مكان تستوب فيه البليدنج، مش لاقي بليدنج في الحاجات دي، يبقى لازم تكونسيدر other types of shock ومانج التايب ده accordingly. ماشي. الكاردياك تمبونات هيعوز ديكمبريشن، النيوروجينيك شوك هتعوز عشان في فازو ديلاتيشن تعوز فازو بريسورز، يعني تاكت اكوردنجلي. تمام. عملنا ايه؟ اتكلمنا على الشوك، ايه هي الهايبوفيوجن والهايبوكسيا جنرالايزد، واتكلمنا على انواعها، ان في مشكله في السيركولاتري سيستم، مشكله في البامب، مشكله في المواسير البلاد فيسلز يعني مسدوده او مفتحه زياده عن اللزوم، مشكله في الفلويد اللي جوه اللي هو الهايبوفوليميك او الهيموراجيك. ودي اكتر حاجه في التروما يعني. عرفنا ازاي ندياجنوز الشوك، نعرف اللي عنده شوك ولا لا، وعرفنا ازاي نمانج الشوك. دي فكرة عامة جدا جدا عن الشوك في التروما. في تفاصيل كتير جدا في كورس الاي تي اس تاني عن الشوك وعن السي. بس انا زي ما اتفقنا قبل كده في الفيديوهات دي، ان انا هقول لكم حاجات اللي انا شايف ان لازم تطلع منها، تطلع بيها من كورس الاي تي اس، او مش متركز عليها قوي بالنسبه لنا، او بالنسبه للناس مش واخده بالها منها قوي في كورس الاي تي اس او في التروما عامه. اتمنى يكون الفيديو مفيد، واشوفكم ان شاء الله قريبا في فيديو تاني مع الدي disability ان شاء الله. شكرا لكم، واكتبوا لنا تعليقاتكم، وقولوا لنا ارائكم، ولو شايفين الفيديوهات